لسه مكملين معاكم على شبكه علم مصر وبرنامج نساء في البرلمان، ومعانا مرشحه جات لنا من اخر الدنيا عشان تسجل معانا. المفروض كنا احنا نروح لها، بس طبعا لما قابلناها ما نقدرش نسيبها. معانا الاستاذه اميمه حجازي مرشحه الدقهليه او دايره 100 غمر. استاذه اميمه، بنرحب بيكي في شبكه علم مصر وبرنامج نساء في البرلمان. متشكرة جدا، وانا اهلا بيكم في اي وقت وفي اي مكان، ويا ريت تشرفونا في متغمر حقيقي، دايرة متغمر الدايرة 9 في محافظة الدقهلية. السؤال الاولاني، ليه السياسه وليه الانتخابات؟ نفسي ان انا اعمل حاجة، يعني انا حاسة ان احنا دلوقتي علينا مسؤولية وكلنا لازم نتحملها، واللي في ايده حاجة ممكن يعملها وما عملهاش ده اسمه مقصر، وده ربنا يحاسبنا عليه. انا شايفه نفسي ان انا ممكن اعمل حاجه، عندي فكر معين، عندي نشاط معين، بعشق العمل وبعشق الخدمه العامه، بحب ان انا نفسي اعمل حاجه لاهل بلدي، مش بس دايره متغمر، لمصر كلها. لما ادخل في اي مناقشه لاي قانون او مشروع قانون ويتم على الصالح العام كله، فانا بخدم كل واحد في كل حته، فده نفسي ان انا اوصل له اي خدمه في اي مكان كمشروع قومي. لو وصل عندنا في متغمر او نوصل لكل محافظات مصر يبقى خدمه عامه. بس اهم حاجه المشاريع دي تكون مدروسه دراسه كويسه جدا، على قد الامكانيات المتاحه، على قد احتياجات الدوله، ونشوف المشروع ده احنا محتاجينه ولا مش محتاجينه، ولو احنا احتاجناه نسبه نجاحه كام في الميه ونسبه المستفيدين منه كام في الميه، عشان لما نيجي ندور على الافاده او ندور على من النتيجه بتاعته هل نجح ولا لا، نكون احنا حاسبينها مقدما، مش هجربها، مش يبقى مشروع وفكره طلقناها بعد كده ما لقيناش لها نتيجه. لا، انا عاوزه كل حاجه مدروسه من اول الامكانيات بالمشاركين فيها بالنتيجه النهائيه بتاعتها ايه ان شاء الله. اميمه حجازي، في اجندتها ايه اهم المشاكل واهم الحلول؟ طبعا اهم المشاكل اللي عندنا مشاكل التعليم. انا دوله بلا تعليم لا توجد دوله تماما. ما فيش دوله باي هيئات ومؤسسات من غير ما اطلع انسان متعلم قيمنا واخلاقنا، والعلم اللي يواكب العصر. مش هبتدي ليه بالعلم من اول ما الف ب ت وما بدأ لسه من 1800. انا عاوزه علم يواكب العصر عشان اطلع بيه، عشان نواكب الدنيا ماشيه ازاي. مش لسه هبتدي 1 2 وابص الاقي الناس بتجري واحنا لسه بنقول يا هادي واحد. لا، انا عاوزه احدث مستجدات علميه على مستوى العالم كله ونشتغل فيها. لو في حاجات قديمه موجوده هناخدها عشان نستفيد ونكمل عليها، لكن ما ابديش ب1 2 3 4 على ما اوصل لل100 يكون الناس جريت ومشيت واحنا لسه في مكاننا. طبعا مشكله التعليم دي كبيره جدا، وخصوصا في المناهج، ومشكله المعلمين، ومشكله مرتباتهم والكرامه الخاصه بيهم. واهم حاجه عندنا الابنيه التعليميه. عندنا ابنيه تعليميه غير مؤهله، غير مناسبه للكثافات اللي موجوده في التربيه والتعليم. يعني الفصل لما يكون فيه 75 ولا 85 طالب، لو كان المعلم هقول ايه كمبيوتر او عنده قدره خارقه علشان يعلم طلب، لا يمكن يدي اي معلومه صح، او هيديها معلومه بس مين واحد مين اللي هيسمعها، 1 ولا 2 ولا 3. 75 ازاي انا اعلم لهم؟ احنا عاوزين في كثافه في المدارس، نسبه معينه المدرس اقدر احاسبه بعد كده على النتيجه اللي طلعها لي. لكن طول ما يبقى كثافات عاليه، المناهج متاخره، مش عارفه احاسب المعلم، مرتباته فوق كل ده، بالعبء ده كله زياده عليه، المرتب مش مؤهله على حياه كريمه، كل ده موقعنا في البلد. غير كده كمان اهم حاجه في التعليم، انا عاوزه تعليم محتاجينه لسوق العمل. مش انا اطلع 5000 في كل كليه تجاره، ومش عارفه 20000 في كليه اداب، وفي النهايه يقعدوا في الشارع يجوا يدوروا على شغل ومش لاقيين لهم شغل. لا، انا اشوف ايه سوق العمل اللي محتاجاه واطلع لهم الدراسه المناسبه ليها، عشان الاقي نفسي ايه شباب اتخرجوا لقوا شغل. لكن شباب اتخرجوا ما لقوش شغل، بقى عبء على الدوله، قنبله موقوده من الاحباط. ماشي، كلهم حاسين انهم ما لهمش دور، ما لهمش مكانه، ما حدش حاسس بيهم. يبقى بالشكل ده انا بضيع الشباب بتاعتي وبضيع مستقبل بلدي كلها. اميمه حجازي، مشكله الصحه ايه الحلول اللي عندك ليها؟ طبعا احنا عندنا في مشكله الصحه دي، طبعا اول مشكله فيها او اساسها الميزانيه المفروضه على الخدمات اللي بتتحط في المستشفيات. ميزانيه ضئيله جدا، تخش اي حد ما فيش امكانيات، اذا كان من حقنه من جوانتي لو بربع جنيه ده ولا بنص جنيه مش موجود في المستشفى، القطن، كل ده لو احنا حلينا وحطينا الميزانيه المناسبه للمستشفيات دي، علشان احنا اهم حاجه تعليمه صح، اعلم صح، واودي خدمات صحيه صح، اطلع مواطن صح،
يقدر يتحمل رايه البلد يرفعها لفوق. لكن لو انا دلوقتي صحه اخش على ده لسه كنا بنتكلم امبارح في قريه من القرى كان عندهم مستوصف او وحده صحيه، فوجئت ان كل الامكانيات اللي كانوا عاملينها الاهالي بجهود ذاتيه اتاخدت راحت لمستشفى تانية خالص علشان ما فيش اطباء. طب احنا دي جنب المدينه، يعني مش في اخر القرى اللي بعيده وملهاش طبيب. ازاي؟ فين الاداره والتنظيم للاداره الصحيه؟ احنا محتاجين اداره صحيه، ميزانيه صح، في طبعا ضمير لتخريج الطبيب اللي هو رساله مش تجاره، ده مهم جدا. ميمة حجازي، اخر سؤال، الرقابه والفساد. طبعا احنا مشكلتنا في مصر دلوقتي احنا متربيين، مش هقول انا بس طبعا الحمد لله انا تربيه وتعليم ماليش في الكلام ده ولا ليا في الدروس ولا كده، وغير ان انا فنانه تشكيليه الحمد لله. الفساد ده بيتربى برضك من المدارس وبيتربى في كل الهيئات. احنا محتاجين، وطبعا دور البرلمان اللي ان شاء الله اللي جاي، الرقابه. بس انا نفسي في حاجه قوي ان هي تتنفذ من ضمن القوانين اللي هي عاوزين نقدمها في البرلمان الجاي، اللي هو قانون حمايه الشهود. انا لو عملت قانون حمايه الشهود، لو انا شفتك بتعمل حاجه غلط هبلغ عنك وانا مش خايفه. لكن الواحد بيشوف مصيبه قدامه وخايف لا هيتحط جواه، ده بيشوف حادثه وبيخاف يشيل المريض من على الارض ويوديه المستشفى عشان هيتاخد فيها، او شاف اللي ضربه ده قياده او سياده بتاع من جهه سياديه وخايف منها، انا راجع اعملها انا واهلي واللي جابوني رحنا في داهيه. لكن المشروع ده ولا القانون حمايه الشهود ده انا حاسه ان هو مرحله احنا محتاجينها الايام دي جامد وباحتياج شديد جدا علشان مواجهه الفساد اللي موجود في جميع الهيئات والمؤسسات وفي البلد كلها. استاذه ميمة حجازي وعدتنا بزياره لمقرها الانتخابي. طبعا احنا النهارده فتحنا ملفين من اهم الملفات، فتحنا ملف التعليم وفتحنا ملف الصحه واتكلمنا عن الفساد. نوعدكم بحلقه كامله مع الاستاذه ميمة حجازي في مقرها ونتكلم معاها عن كل القضايا اللي هي شايفه لها حلول في مجلس النواب القادم. استاذه ميمة بنشكرك وبنتمنى لك كل التوفيق. متشكره جدا واتمنى حقيقي ان انتم تشرفونا ويبقى في حوار مستفيد نتكلم فيه في كل النقط اللي احنا محتاجينها. شكرا لحضرتك. الله يخليك يا رب، متشكره جدا.